السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو يلا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب يجعل دايما ايامكم خير وسعادة وايامنا يا رب. زي ما انتم شايفين بقى، اول حاجة بدأنا ان شاء الله هنعمل معاكم روتين في الريسبشن، وبدأنا الفطار وهنصور معاكم الغدا وكده. يلا بقى، بس قبل ما نبدأ بقى ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. تشجيع منكم بقى لينا. اول حاجه بقى انا النهارده احنا فينا بصراحه من الكحك والقراقيش واللبن وكده. لسه عندي شويه يا جماعه طبعا. يعني انتوا خلصتوا الكحك بتاعكم ولا لسه؟ انا البدفور اللي خلص والغريبه، لكن القراقيش والقراقيش خلصت برضه، ما فاضلش الا الكحك وفاضل البسكويت. اول حاجه بقى قلت اقوم اعمل بقى فطار شعبي النهارده، عشان كفايه بقى كده نخلي شويه الكحك دلوقتي شويه. والاولاد زهقوا بصراحه، قالوا لنا يا ماما بقى لا احنا مش عايزين ناكل النهارده كحك. خلاص قلت بقى اعمل لهم بقى فطار النهارده. رحت محمره بقى بطاطس وعملت بيض والفول بقى، الفول ده اللي كان فاضل برضو من ايام رمضان اللي احنا كنا مدمسينه للسحور. وعملنا بقى كان عندي بتنجان رومي كده، قطعته بقى قطع كده وقليتها برضو كده، وقليت بقى كده جبت قرنين فلفل برضو قطعتهم قطع صغيره كده، ورحت قليها بالمره كده. اكله شعبي يعني. اتفضلوا معانا. وبعد كده بقى دخلنا على الريسبشن، عشان الريسبشن بقى قلنا بقى نشيل السجاده. انا طبعا زي ما انتم شايفين ده كان سجاد العيد، هتشوفوه دلوقتي. انا شلت بتاعه اللي هو الجزء ده، بس هتشوفوا الجزء التاني السجاده بتاعه العيد. فانا قلت بقى اشيلهم، هم نضاف على فكره، عملتهم بس بالمكنسه كده. وقلت اشيلهم بقى وكده كده انا ما بحبش عامه السجاد الكبير قوي في الصيف، فانا بحب السجاد اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي دوت. يعني بحبه للصيف وكده. فقلت يتشالوا. عملتهم بالمكنسه بقى كده، وقلت اعينهم بقى عشان خاطر العيد الكبير وعليكم خير. بدل ما كده كده بدل هم نضاف اشيلهم وابقى افرشهم ان شاء الله في العيد الكبير. اهو زي ما انتم شايفين بقى بدأنا نمسح معاكم الارفف بقى. عشان الارفف دي طبعا الارفف بالذات عايزه يوم بيوم وكل يوم تتمسح، عشان خاطر اكتر حاجه الارفف الازاز الحاجات دي بتعبي بيبان عليها تراب وكده. زي ما انتم شايفين بقى كده هنبدأ نمسح بقى الارفف. وانزل بقى معاكم كده. هنفض برضو الكنبه الانتريه، بصراحه لسه ما نفضتوش خالص من ساعه العيد. كنت سايباه وكده، قلت بقى انفضه عشان خاطر برضو الشيله دي بيقع تحتيها حاجات وكده. فقلت بقى انفضها. انا من ساعه العيد بصراحه كنت بكنس كده بعمل بالمكنسه. بس ما كنتش بقى ولا بزق كنب ولا كنت بنفض كنب ولا حاجه. فقلت بقى انفض بقى وافرش البيضات تحمي شويه، عشان خاطر بصراحه الواحد ما بقاش يحب الكفر قوي. يعني انا عندي كفر بس ما بقيتش احطه. فقلت بقى البيضات تحمي الشلت. وخصوصا ان احنا يعني معظم قعدتنا ما بقتش موجوده قوي على الانتريه. يعني بصراحه بقينا شويه، يعني من ساعه ما بقت الاوض فيها تلفزيونات وكده. بقينا نقعد هنا شويه وهنا شويه. كانت للاسف القعده الاول على الانتريه، كل القعده على الانتريه بس. وطبعا عندي ميدو يعني شويه بيلعب بالبلاي ستيشن برضو، ما بيلعبش على هنا. يعني انا بصراحه شلت الشاشه من ساعه ما كانت جايبه قبل كده شاشه في الريسبشن هنا، الشاشه الكبيره دي للاسف قبل كده. يعني بعد ما جينا من المصيف السنه اللي فاتت، بعدها بكام يوم بصيت لقيت الشاشه جابت شاشه. وديناها التوكيل وكده، بس الحمد لله ان هي كانت في الضمان لسه. يعني حتى ما كانوش راضيين يعملوها، بس لما عرفوا ان هي في الضمان عملوها يعني الحمد لله، فربنا يسترها وكده. فاما جابت شاشه بقى دي كانت صعبه قوي، الشاشه بسعر التلفزيون نفسه. فبصراحة من ساعتها احنا حطينا البلاي ستيشن. هو ما كانش بسبب البلاي ستيشن يعني، بس برضو احنا قلنا عشان ما يبقاش يبقى فيه غلط عليها او كده، دخلنا بقى البلاي ستيشن، دخلناه على الشاشة الصغيرة في اوضتهم. فعشان كده بقى هنا القعدة مش يعني ما بقتش القعدة كتير قوي في الريسبشن، واحسن عشان الانتريه ما يبصوا كده. زي ما انتم شايفين بقى هنرجع بقى نشيل بقى المفارش. قلت اشيل برضو المفارش بقى كده، وهشيل برضو الملايات اوضه الاطفال هحطهم مع بعض دوره. بس دلوقتي قلت بقى اشيل الاول المفارش بتاعت ترابيزه السفره وترابيزه الانتريه، عشان اشيلهم اغسلهم. وهنرجع بقى نفرش بقى السجاد ده كان يعني انا كنتش بحبه اول ما جبته على فكره. السجاد ده انا كنت جايبه الاتنين
هما اتنين شكل بعض، يعني انا كنت جايباهم عشان انا عندي الريسبشن بقى قطعتين على بعض مفتوحين، فعشان كده ايه لازم السجاد يبقى شكل بعض والستاير وكده. فعشان كده بقى كنت جايبه الاتنين مع بعض نفس الشكل، كان بكامل واحده ب180. يا بلاش دلوقتي بقى السجاد راح في داهيه. اهو زي ما انتم شايفين بقى خلصنا الجزء ده من الريسبشن. والستاير انا هسيبها كده كده مش هشيلها، هخليها قرب العيد بقى ان شاء الله، بقى اشيل الجزء الخفيف بس اغسله، لكن التقيل مش هشيله بصراحه، هسيبهم بس ايه دلوقتي. هو بس قلت اشيل السجاد عشان ما يتبهدلش، واشيل بقى كمان المفارش بتاعه ترابيزه الانتريه ومفرش السفره، عشان خاطر لما نيجي نفرشهم ان شاء الله يبقى لهم زهوه مع بعض. او زي ما انتم شايفين هبدا بقى افضي الترابيزه الاول كده، وانا هغير بقى نظام السفره. هحطها كده هتشوفوها بقى ايه، انا حطها بالطول، انا يعني محتاره مع السفره، شويه احطها بالطول وشويه احطها بالعرض. بس هي للاسف بقى الكراسي بتاعتها بدات كمان تتعمل من بعض كده، يعني عايزه بقى تتغرق او كده، عشان خاطر الكراسي بدات تفك من بعضيها. اهو زي ما انتم شايفين، يعني كتر خيرها برضو، احنا بقالنا اهو 12 سنه. وبعدين الاولاد بصراحه يعني احنا بقينا نذاكر عليها، هي حلوه يعني. انا حتى كانت موضوع السفره ده كان باباهم مش حابه قوي. لما جيت اتجوز كان عايز يعمل ركنه، بس هي حلوه يعني. حتى لو احنا يعني في رمضان احنا بناكل عليها على فكره وقت الفطار، وفي نفس الوقت بقى ايه بنذاكر عليها احنا والاولاد، فهي مش مشروع فاشل على فكرة، هو بس عشان اختلاف المكان. هو المكان لو واسع قوي بتبقى حلوة مع حاجة تانية، لو في ركنة هو عشان بس الانتريه ما يتبهدلش. بس بصراحة هي حلوة مفيدة، الاولاد بيذاكروا عليها، وفي نفس الوقت بنيجي في رمضان بناكل عليها، وهم عايزين بصراحة والله ياكلوا عليها يعني على طول. بس احنا بابانا مش بيحب السفرة قوي، ممكن يقعد على ترابيزة الانتريه لكن السفرة لا. اهو زي ما انتم شايفين بقى هنبدأ بقى نشيل السجاد. انا السجاد ده كنت عاملاه بالمكنسة بالليل، عشان انا عاملة حسابي ان انا هقوم الصبح ايه الم بقى ايه السجاد ده كله، وافرش بقى السجاد اللي هو الايه العادي. اهو زي ما انتم شايفين هلم السجادة بقى كده، ولميت التانية وهشيلهم بقى وافرش الصغير. اهو زي ما انتم شايفين هبدأ بقى اكنس كده. طبعا زي ما قلت لكم انا ما مسحتش من بعد العيد بصراحة، ولا مسحت ولا يعني ايه السجاد كان محطوط كنت بعمل بالمكنسة كده، فقلت بقى اشيلهم وامسح بقى من تحتيهم ونحط الخفيف، عشان يبقى ايه سهل ان احنا ايه كل ما نحب نمسح نشيل ونمسح على طول، يعني كل يومين كده نشيل ونمسح عادي. او زي ما انتم شايفين بقى كده هنبدأ بقى نمسح اهو، ونبدأ نفرش بقى السجاد التاني الصغنن اهو. وانا بقى زي ما قلت لكم هحط السفره بالعرض، يعني انا حطاها بالطول كده عشان احنا كنا بنقعد عليها برضو في رمضان، بناكل عليها في الفطار كل في يوم يعني، كنا بنفطر عليها. لكن دلوقتي بقى ممكن هنستخدمها في المذاكره، فانا ايه هحطها بقى إيه كده يعني يبقوا 3 كراسي مثلا. انا ومثلا دلوقتي لولو خلصت على فكره امتحانات، عندي ميدو اللي لسه هيمتحن اهو، فقلت بقى ايه اخلي بس كرسيين في الطرف بره كده، ده هم يا دوب نقعد عليهم انا وميدو ايه لو هنذاكر مع بعض ان شاء الله ربنا يهديه بس. اهو زي ما انتم شايفين هنبدأ بقى ايه فرشنا بقى السفرة كده، حطيناها بالعرض اهو زي ما انتم شايفين تحت الشباك. وهبدأ بقى كمان، انا مشكلتي كمان الاماكن، يعني انا النيش طلع كبير والسفرة كل حاجة عندي كبيرة، يعني السفرة صغننة شوية تتحط في جنب. عندي النيش برضو 3 ضلف مش صغيرين، يعني لو صغير عن كده لو ضلفتين بس برضو. والانتريه برضو كبير ما بياخدش معاه حاجة في الجزء اللي بره. فانا عندي العفش للاسف، حتى عندي اوضه النوم برضو مش صغيره، التسريحه كبيره قوي. لو انتوا شفتوا متابعيني وبتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي هتعرفوا بتتكلموا يعني انا بتكلم عن ايه. فكل حاجه العفش عندي معظمه كبير. الواحد برضو يا جماعه اللي لسه عروسه وبتجهز وكده تاخد بالمقاسات، عشان خاطر العفش كل ما بيبقى كبير بياكل الدنيا، ولو انت حابه تعملي حاجه تحطي حاجه تاني ما بتعرفيش، فانتوا خدوا المقاسات احسن. وبعد ما خلصنا بقى كده فرشنا المفرش اهو. وهبدأ بقى كمان انا عندي بقى علبة المناديل دي بقى سبتها من روايح رمضان دي اللي سايباها، قلت نحطها على السفرة بقى كده اهو. وبكده بقى نبقى خلصنا الجزء دوت برضو هو كمان، والجزء التاني. وهندخل بقى زي ما انتم شايفين هوريكم بقى الغدا، بس على فكرة الغدا ده كان بدري شوية عن كده، بس انا قلت ابدأ معاكم ايه الفيديو بشوية نشاط كده، نبدأ معاكم بتنظيف الريسبشن. وبعد كده بقى النهارده عملنا غدا ايه بقى، النهارده شوينا فراخ. انا بقى كنت عامله حسابي من بالليل ان انا النهارده هعمل الشقه، فرحت ايه متبله فراخ، متبله لحمه سوري. تبلت نفس تتبيله الفراخ، بس اختلاف ان احنا بنحط بدل توابل الفراخ بنحط توابل ايه لحمه. ايه بقى هي ملح وشويه فلفل، يعني حوالي معلقه ملح من المعلقه الصغيره اللي هي بتاعه الشاي، ونص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه توم بودره، وحطيت معلقتين صلصه، وضربت طماطمايه وبصلايه،
والتوابل بقى ايه، ومعلقه اللي هي معلقه الشاي برضو، معلقه توابل لحمه بدل توابل فراخ. وزي ما انتم شايفين بدات بقى حطيتها في الشبكه كده اهي. والصينيه دي انا مش هحطها تحتيها، انا هحطها تحت خالص، يعني الشبكه دي انا هحطها على شبكه الفرن. ومن تحت بقى احط ايه عشان اللي هينقط ما ينقطش ويعمل دخانه. هحط بقى الصينيه دي وهحط فيها شويه ميه من اللي فاضل من التتبيله هحطه معايا. وكل ده هحطه بقى تحت الايه، تحت اللحمه وهي بتتشوي. وعملنا بقى الرز البرياني كمان اهو. تفضلوا معانا بقى الغدا، وما تنسوناش بقى باللايك.